لو محتارة تعملي غدا ايه يبقى تشوفي الفيديو ده معايا. هتجيبي حلة تحطي فيها حتة من السمنة وشوية من الزيت ومكرونة مرمرية اللي هي الصغيرة دي، طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها. هتحمريها كده لحد اول ما تبتدي تاخد لون، هتقومي نازلة عليها بنص كيس من المكرونة الشعرية مع التقليب المستمر لحد ما تاخد معاكي اللون ده. هتكوني مجهزة قرن فلفل مقطعاه مكعبات، ورقتين من اللورا، وكده معلقة صغيرة من هريسة الشطة لو انت حباه سبايسي، مش حباه تقدري تستغني عن الخطوة دي. بعد كده هتجيبي معلقتين 3 من الصلصة الجاهزة، هتشوحي كل ده مع بعضه لحد ما تحسي ان الصلصة طلعت المواد الحافظة اللي فيها. بعد كده هتجيبي مية مغلية وتغطي المكرونة خالص بحيث ان هي تستوى في المية بتاعتها دي. هتقلبي تقلبتين بقى وتظبطي ملح، هتحطي شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية بهارات اللحمة، وهتحطي كده مكعبين من مرقة الدجاج. وعايزة اقولك لو عندك شوية شوربة، لو حطيتيهم على المكرونة دي هتوديها في حتة تانية خالص. حطيت كده معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، وبعد كده ظبطت الملح بمعلقة برضو صغيرة. قلبت كل ده تقلبتين، واهم حاجة المية تكون مغلية. بعد كده في طاسة على جنب هقوم حاطة برضو حتة من السمنة، وحاطة نص كيلو من اللحمة، طبعا نص كيلو ربع كيلو الموجودة عندك طبعا. حطيت نص كيلو من اللحمة، وبعد كده قمت نازلة عليه بشوية من الفلفل الأسود برضو، نفس البهارات اللي بحطها على المكرونة هي اللي بحطها على اللحمة. حطيت برضو زي نص معلقة كده صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة خالص كده من بهارات اللحمة، وشوحتهم تشويحة، وحطيت برضو معاهم ورقتين من اللورا. مع النص كيلو اللحمة اللي أنا عاملاه حطيت معاهم بصلتين كبار مبشورين ناعم جدا. هنا المكرونة معايا كانت استوت وأخد لون تحفة. بعد كده حطيت البصلتين المبشورين ناعم زي ما قلت لكم، شوحتهم تشويحتين، وبعد كده برضو قمت نازله بتلات معلقتين او 3 معالق من الصلصه الجاهزه. اهم حاجه ان هي تاخد معاكم اللون المحمر ده. اهم حاجه بقى في تعصيجه اللحمه دي الصوص بتاع اللحمه، تحطي حطي ميه كتير علشان تغلي بيها كده عشان تعمل معاكي الصوص ده. طريقه تقديمها بقى، بتاخدي المكرونه بعد طبعا ما استوت وتقومي حاطه عليها من على الوش كده شويه من اللحمه اللي انت عاملاها بشوية كده صوص عشان يتغلغلوا كده في قلب المكرونة وبيدوها طعم لذيذ. هنا حطيت المكرونة مع شوية بطاطس محمرة مع البتنجانية اللي أنا كنت عاملاها بابا غنوم مع شوية طحينة كده، والأكلة بتبقى خطيرة. هنا بقى كان عندي جناحين 3 في الفريزر، طلعتهم وقمت عاملاهم كده زي الكريسبي، طعمهم خطير. وما عملتهمش بالفيجيتار خالص، كله كان بالدقيق. دقيق عادي طلعت معايا الجناح كده مستوي ومهري، وطبعا مش سلقة قبليها ولا اي حاجة، هو اول عن اخر بيستوي في الزيت. وبصراحة كانت أكلة تحفة. أسيبكم بقى مع الأكلة الجميلة دي، وما تنسوش لو بتشوفوني لأول مرة تعملولي متابعة ولايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي.